تخيل معايا كده تتولد في بيت، في قرية، في عزلة، وتفضل تعيش وتشوف الدنيا بتلف والناس بتيجي وتمشي، بس العزلة هي اللي دايما موجودة. أهلا بيك في 100 عام من العزلة، الرواية اللي مش بس بتحكي عن عيلة، دي بتحكي عن الدنيا. الرواية بتحكي لك عن عيلة بوينديا، من أول الجد خوسيه أوركاديو بوينديا اللي قرر يبني مدينة وسط اللاشيء وسماها ماكوندو. بس المدينة دي كانت دايما محكومة بلعنة، والعيلة كل جيل فيها بيعيد نفس الغلطات، بنفس الأسامي، بنفس المصير. كل واحد فيهم عايش في دايرته، غرقان في عزلته، مفتكر إنه مختلف، وهو بيعيد نفس القصة بنفس النهاية. الحب بيجي غريب، والحزن ساكن في الزوايا، والأيام بتمشي ببطء كأن الزمن واقف. بس الحقيقة إن الزمن كان بيلف في دواير ومحدش كان واخد باله. بس خد بالك، 100 عام من العزلة مش رواية عن مكان ولا عيلة بس، دي رواية عن البشر عموما، عن إننا بنفضل نكرر نفس الغلطات، عن اللعنة اللي بنتورثها من غير ما نحس، عن الوحدة اللي مش في المكان، الوحدة اللي جوانا. ماركيز بيصرخ من بين السطور اللي ما بيتعلمش من اللي قبله مصيره يضيع زيه. الرواية دي تقراها مرة تحسها حلم، تقراها تاني تحسها كابوس، وتقراها تالت تحس إنها حياتك بس مكتوبة برموز. هتسأل نفسك، هو احنا فعلا أحرار؟ هل العزلة إحساس ولا لعنة ولا اختيار؟ لو ما قرأتهاش اقراها، بس اعرف إنها مش رواية خفيفة، دي رواية هتدوخك وهتسيبك قاعد بعد آخر صفحة ساكت وبتقول في سرك، هو احنا كمان ماشيين في نفس الدواير؟ تحب نتكلم عن ايه المرة الجاية؟